Okay guys, so uh, خليني أقرأ الرسالة. كتير 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 بيبعتولي رسائل زي كده، و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت المرة دي خليني أقرأ الصيغة نفسها بتاعة الرسالة عشان فيها تفاصيل، وأعتقد كتير بيمروا بالتفاصيل دي، وتبقى متوجهة في فيديو أكتر من حد يسمعه، عشان بدل ما أرد على حد واحد أرد على الأكتر إن شاء الله. سؤالها ماي، ممكن بس أنا أنقلك مشكلة واحدة. أوكي، في واحدة جوزها مدمن أفلام، هي حتى عرفت إنه مدمن أفلام. تمام. مهما عملت فهي بطلت تدور وراه، على أساس إنها زهقت من المشاكل، فدخلت على الجاليري بتاعته في التليفون، دخلت على الجاليري بتاعت الصور، ولقيته ماسك سكرين شوتس لممثلات وشوشهم وبنات هي ما نعرفهاش، وتسأله ليه محتفظ بيها، يقول لها عادي، كنت محتاج أعمل زوم أشوفها كويس وخلاص، وده كلام فاضي وما تشغليش بالك. وكمان مصور صورة لجورجينا. مين جورجينا دي؟ جورجينا عريانة، سكرين شوت. هي الزوجة بقى، الزوجة تعبانة ما بتنامش. فاهمة هو ليه؟ اوكي، ومش فاهمة هو ليه بيعمل كده. رده كله ان دي حاجات تافهة، انها تشغل بالها بيها، وهو بيحبها على فكرة، بس من اول يوم جواز ما بيبطلش فرجة على الاباحيات. ويمكن كمان مصور صور للممثلين قاعدين بوضعيات فيها أعضائهم. فهماك. خلينا نرد بقى، خليني أرد على ليه، وبرضو خليني أوضح كم كلمة الزوجة قالتها، إن هو مدمن، وإنه هو بيحبها، وإنه من أول يوم وهو بيتفرج على الأفلام، وبيحبها بس بيتفرج على أفلام، ومن أفلام لصور بنات مش معروفة هي مين، بس الصور أكيد بنات هو معجب بيهم جنسيا، وصور ممثلات جنسية أو صور ممثلات تانية في أوضاع مش لطيفة أو المشكلة هنا بقى إيه؟ حتة الإدمان، وحتة هي حاجة كبيرة، هي حاجة ضخمة سياسية، لكن المشكلة إنه الوعي العام مش مدرك إنه سياسيا لازم الشباب المسلم يدمن، ولازم ما يتجوزش، ولازم يتطلق، ولازم ما يخلفش. اوكي، أمة محمد لازم تنتهي، لازم أمة محمد. خلي بالك، عشان خاطر احنا هنعالج بالقرآن، وهنعالج بالدين، وهنعالج بالكلام المحترم مع بعض، وهنعالج بالتوعية، وهنعالج بحاجات كتيرة محتاجة وقت وصدر رحب ومجهود، ومحتاجة في الأول وفي الآخر توفيق من الله. تمام. الأفلام الإباحية يا جماعة اتعملت عشان الأبحاث العلمية اتقالت اللي في الجامعات، عشان تخلي فيه إدمان، وعشان تخلي فيه حالة عنف وكره، وحاجة اسمها domestic violence. يعني الحمد لله ان احنا عندنا في مصر برضو لسه domestic violence مش عالية. يعني ايه domestic violence؟ يعني العنف بين الزوجين.
whether هو عنف مادي أو باللسان أو بالضرب أو كذا. كل 27 ثانية في أمريكا ست بتتضرب من راجل وأكتر. so لما العلماء برضو خدوا الأفلام الإباحية وعملوا بحث عن المشاهد المتكررة، لقوا ان طبعا هي الأفلام الإباحية بعيدا تماما عن علاقة الحب، احنا اللي بيسموه ميكن لاف، هي بعيدة عن علاقة الحب والعلاقة اللي هي السليمة الفطرية، لأن هي في المطلق ده مش العلاقة السليمة الفطرية. يعني السؤال اللي السيدة دي سألته، السؤال ده بيسألوه كتير من الأمريكان أو من الناس اللي هي من ملل أخرى، لأنه ده برضو مدمر لهم حياتهم. تمام. وافتكروا مش كل الناس على نفس الوعي يعني. افتكروا انه الجنس بيتم بالطريقة دي هو ده الصحيح، وهو ده مش صحيح actually. عشان لما العلماء فسروا جابوا كم مشهد وقعدوا يذاكروه عشان يحللوا المشاهد دي بتدعو لإيه، لقوها إن هي بتجسد العنف الخارجي اللي ممكن المجرم يعمله في الشارع. تمام، هما بيحاولوا ينشروا الإجرام اللي ممكن المجرم يعمله في الشارع، فبتجسده في شكل يبان إن هو مقبول ومطلوب. مثلا في الشارع من الطبيعي انه في الشارع الراجل ما يقدرش يروح يضرب واحدة ست، او يقدر يحرقها، او يقدر يحط عليها حاجة تعذبها، او يشتم، او يطلب منها كلام شتيمة، او يعمل اي حاجة مختلة عن السلوك العادي في الطبيعة. هم عايزين السلوك الإجرامي ينتشر للطبيعة. عملوا ايه؟ جابوا الافلام الاباحيه ومثلوها. كمان خلي بالك في الاول كان في كتب كاما سوترا، يعني فور اكزامبل الجاهليه كان عندهم شعر الجاهليه شعر عن الشبق الجنسي. لو قريتوا شعر الجاهليه هتلاقيهم بيتكلموا عن مفاتن جسمها، خلخال رجلها، والتفاصيل دي بطريقه فيها شعر وطريقه تدخل المشاعر للايه للكده. فزادت مع التطورات والثورة الجنسية والكلام ده كله ان هم عايزين ينشروا الجنس في المجتمع عشان خاطر ما يبقاش فيه زواج، يبقى فيه عدم، يبقى فيه انحلال والكلام ده كله. فلما حطوا الافلام في الاول اللي كانوا بيجيبوا مارلين مونرو ونايمة على الكنبة ومش عارفة ايه وتشرب السيجارة، منها طبعا تسويق لعالم التباكو، دي اول حاجة اتخلقت في امريكا يعني. ومنها انه يلا الثورة الجنسية تبدأ ونبدأ نمارس الجنس عادي. فساعتها برضو كانت لسه الجنس بقى ايه، ناس تعرف ألطف، يعني المشاعر اللي كانت بتطلع ما فيهاش العنف الأليم ده قوي. وبعدين لو خدتوا بالكم ده مش مقنن، الأفلام الإباحية دي مقننة. بعدين الأفلام الإباحية بأشكال مختلفة وتطورات مختلفة. قلت لكم قبل كده إن أنا قابلت واحد من الناس اللي كانت شغالة في الماركتينج، في الدعاية للأفلام دي. يعني هو اللي بيكتب الفيلم ده اسمه كذا والفيلم ده اسمه كذا، ويتلموا على بعض يحاولوا يخرجوا وينتجوا حاجة تبث العنف. فلما بيجيبوا الست في المشهد، انا عايزة اديكي تفاصيل الحاجة عشان نعرف احنا رايحين على ايه برضو. لما بيجيبوا تفاصيل المشهد، بيجيبوا امرأة بيحصل فيها تعذيب وقهر واستعباد وكل حاجة تخرج عن النطاق الطبيعي للإنسان والآدمية، وهي بتمثله في مشهد مبسوطة منه وعايزة منه أكتر، وعايزة يعني تطور فيها في العنف وفي الحاجات المختلفة. الممثلات دول خلي بالك ان الممثلات دول في اول ما دخلوا يشتغلوا الشغلانة دي في حياتهم، في الاول ما كانوش بيتعاملوا جنسيا بالطريقة دي. كانوا في جنس في حياتهم، كان في يعني اختلاطات بس، ولكن ما كانتش بالعنف. هما بيعلموهم، المخرج بيعلمهم ازاي يمثلوا مشهد عنيف كل مادة عن التاني، عشان الناس اولا تفتكر انه التعليم
ازاي نتعلم عن الجنس والكلام ده، يبقى هو ده الطريقة ان احنا نشوف فيلم. فخفت تسلسل الاحداث من شعر الجاهلية للسينما العادية، اللي في التوعية في المدارس يجيبوا الأعضاء، العضو الذكوري والعضو الإناثي والكلام ده، ويقولوا النكاح بيتم ازاي، لبث لقطات في كرتون مثلا، وكلمات مستخبية في كرتون مثلا. علاء الدين والمصباح السحري، في مشهد في علاء الدين والمصباح السحري وهو بيهرب في السوق، انه دخل شباك لقى نفسه في شقة غازيات، لقى نفسه في شقة دعارة. فانت الطفل لما يشوف ان علاء الدين دخل وهو بيهرب مشهد ست قوادة مليانة في الحجم، وستات كتيرة لابسين حتتين بس وعمالين ايه يرقصوا حواليه، ده بيشجعه من صغره انه الطبيعي انه هيبقى فيه نساء عاريات كاسيات عاريات، ويا رب يتوب علينا يا رب من كل اي معصية. هيبقى طبيعي ان هو الكاسيات العاريات يكون وضع طبيعي، والوضع الطبيعي ان يكون الراجل محاط بنساء كتير، والوضع الطبيعي ان المرأة مجرد جسد للمتعة فقط. فصناعة الشاشة بتبقى اتعملت عشان خاطر الإنسان يدمن، وعشان خاطر بقى كل 30 ثانية، وخلي بالك كل الحاجات دي بتبقى الفريم بتاعها اسود في اسود، كل 30 ثانية بتفرز في العقل مادة تخديرية، واخد بالك، مواد تخديرية مع مرور الوقت بيصاب بالبلاهة والغباء وقلة الفكر وتدمير خلايا المخ وأمراض مختلفة. وعادة المخ ما بيعرفش يفرق ما بين اللي بيشوفه واللي بيعمله أو اللي في تخيلاته والكده. فمع تكرار المشاهدة للحاجات دي بيدمنها للأسف الشخص. هم عملوها بالطريقة اللي هتخلي الشخص يتفرج عليها أكتر من مرة عشان خاطر يدمنها. في خلال الفرجة من كلام السيدة انه جوزها من اول ما اتجوزه وهو بيعمل كده، يبقى هو ثقافته الجنسية اتبنت غلط، ووعي نشأ في وقت وعصر الثقافة الجنسية بتتنشر من الأفلام الإباحية، ودي من أكبر مخططات الشيطان لقيادة العالم. فافتكر، هو كان فاكر ان هو ده اللي مفروض يحصل، ان هو ده الصحيح، ان الزوجة لازم تعمل الحاجات دي، ان الزوجة لازم تكون شكلها كده. اجين الممثلات في الافلام دي بتمثل مشاهد في حياة ما بيحبوش كده، بيطلعوا منها عندهم امراض، بيطلعوا منها عندهم يعني جرائم بتحصل، مش بيكونوا مستمتعين. خلي بالك اتس مجال كبير قوي قوي بتاع الافلام، مصنع كبير، مصنع الافلام الاباحيه، وفي منهم بيبقوا سارقينهم خاطفينهم من دول اخرى وبيستخدموهم كسكس ترافيكرز او عبيد للجنس. ويعني بدل ما يبقوا عبيد للجنس في اوقات معينه، ادينا هناخدك في الافلام عشان تعرفي تعملي ايرادات والكلام ده كله، وادمان مخدرات وي 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 وبيدوهم، وبيدي للبطل للراجل في الافلام دي بيدوهم ادويه، يعني ادويه كانوا بيدوها مثلا للحصان والحاجات دي في السبق قبل السبق، حاجه زي كلامبير والحاجات اللي هي ستيرويدز وحاجات من دي، حاجات مش طبيعيه عشان يبان انه هو ده الطبيعي في العلاقه. الحاجات اللي هم ان الراجل بيقدمها في الفيلم يبان انه العلاقه طبيعيه، ان هو يكون بهذا المجهود وهذا كده يعني. اولا بيحبط الرجاله لانه في الحقيقه مش ده اللي بيحصل، فالرجاله بتفتكر ان هي مش راجل بقى ولا ايه ده، يعني ده في الفيلم ما كانش كده، الفيلم كان الراجل فيه مختلف، فهو بيبقى عنده من جواه عدم ثقه بنفسه برضو، واخد بالك. ف داخل الزواج ولا داخل اي علاقه حميمه في نطاق الزواج، وهو اصلا في عقله الباطن شايف ان هو مش هيكون مكفي للمرأة، يعني شايف ان هو مقصر اصلا من قبل ما
يبدأ ولا يعرف حاجة عن نفسه، ولا يعرف ان هو هيعمل ايه مع التوافق الجسدي ده مع الزوجة. فبيكون برضو في قبل الزواج، احنا رجالتنا في مصر او المسلمين عادة مش بنمارس الجنس قبل الجواز، ولكن الراجل بيمر بحاجات مختلفة عشان هما عندهم الاحتياج الجنسي أقوى مننا، وعندهم الهرمونات أقوى مننا اللي هي التستوستيرون. فبيمر مثلا باحتلام، أو بيمر بعد الشر بعادة سرية، وأنا بالنسبة لي بحرمها. في دكاترة بيقولك اعملها، أنا لا، أنا هقولك إن أنت لما يكون عندك الشحنة دي لا سرية ولا ممرية ولا حاجة خالص. الشحنة دي ربنا قالك استعينوا بالصبر والصلاة، وقالك الصبر الأول، وادانا حاجات كتير قوي في القرآن الكريم نعالج نفسنا منها. الصوم مهم جدا، ممكن تصوم، ممكن تبطل تاخد لحوم والنشويات والكلام ده كله، ممكن تقعد كام يوم على مية، حاجات زي كده. هنقول الحلول في الآخر، واخده بالك. فهو في الشباب بدأوا سكة ان هما يعملوا العادة السرية، وكانوا بيجيبوا لنا ايه، الافلام بقى العادية دي اللي فيها بوس والكلام ده في الاول، وبعدين المجلات البلاي بوي. بلاي بوي اكبر مجلة جنسية صاحبها راجل يهودي مات، ما علينا. البلاي بوي، وتلاقيهم واخد المجلة وفي الحمام، او واخد المجلة ومش عارفة ايه والكلام ده كله. فتصاعد الموضوع عشان خاطر هم عايزين الناس كمان تبدأ تشارك، يعني عايزين الازواج في بيوتهم يصوروا بعض كمان، والتصوير ده بيتسرب كتير قوي، بيتسرب منه عشان خاطر بس يبقى فيه فتنة وجدال. فاكتشف الشاب يا عيني قبل الفترة اللي فاتت، اكتشف الشاب ايه، جو الافلام الاباحية. بدأ يمارس العادة السرية بتاعته مع الافلام الاباحية. فللأسف الشديد خد النشوة وخد الجراتيفيكيشن، وصل لل يعني هي حتى دي مش إرضاء للغريزة، بس هو ساعتها تم الموضوع في إرضاء الغريزة مع الحاجة اللي أنا بتفرج عليها، لأني مخي مش شايف الفرق بين الواقع والحاجة اللي بتفرج عليها. فمخي شايف الحاجة، أنا مركز معاها جدا، منفعل معاها جدا، عملت العادة السرية بتاعتي وتخلصت من الشحنة اللي عندي، أنا كده مكتفي. وحاجة تانية سيئة جدا 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 في حياة المسلمين، طعمك في الحرام أحلى. الزوجة أو كلمة زواج أو زوجة ولا مراتي، واحنا تناولناها بطريقة مدمرة، بتبقى وصل رسائل غير مباشرة دلوقتي طبعا بسبب الفتن الكتير، عشان احنا موقفناش وتفحصنا ودققنا ودبرنا وحققنا في المعنى بتاع الزواج والنكاح والحب. بتتوصف ان هي حاجة مملة، ان هي حاجة مش مثيرة جنسيا. الزوجة دي خلاص خلاص جسمها، انا سمعت من واحد انه الهاردوير بتاعها خلاص جه منها نون، وبقت قطع غيارها استنزفت. بقى الثدي اللي هو بالنسبة للرجل في اوقات مش مفروض دايما حاجة مثيرة جنسيا، بقى الثدي ده للبن وللطفل، فبقى انا مش مثار منها انيمور، مش بتوصلني للشعور ده. فبالتالي بيعمل ايه؟ هو بيحبك، دي حقيقة، هو بيحب مراته، هو بيحب مراته، ولكن مش شايفك مثيرة دلوقتي، فهيجيب نساء اخرى، لانه تعود في دماغه انه الاثارة تكون اولا من نساء اخرى، ان هي تكون برا نطاق الزواج، ان هي تكون مع النساء اللي بيتشبهوا بالعهورية، او النساء اللي فيهم اي حاجة، اي حركة ليها عهرية. يعني اكيد الممثلات اللي هو على تليفونه، او البنات اللي على تليفونه، ممكن يكونوا مثلوا حاجات جريئة زيادة عن اللزوم، مفيش حياء، مفيش اللي هي مش مؤدبة. المؤدبة هتبقى
مؤدبة، دي she's not sexy. it's not sexy. المؤدبين مش حاجة سكسي. الميديا بعت لنا اللي هو السكسي ده، اللي هو البت الجريئة اللي بتقلع strong and sexy وكده والكلام ده كله، واخد بالك؟ فهو مراته بالنسبة له شرفه، حاجة نظيفة، حاجة كويسة، هعاشرها كواجب عليا عشان ما تحسش بالقهر مثلا، او عشان اخلف او لكن اتمنع تماما من ان هو يشوفها كحاجة مثيرة. ليه؟ روحانيا علي، سيدنا علي بن ابي طالب كانوا بيقولوا عليه كرم الله وجهه. ليه كرم الله وجهه؟ من 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 الوصف، لانه لما بيغتسل، انتوا مش ساعات كتير بتشوفوا ناس بترجع للقرآن الكريم وشها فعلا بينور من نور الله؟ لما بيتطهر وبيغتسل ما كانش بيقعد يبص على أعضاءه التناسلية، واخد بالك؟ احنا بنغتسل بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش هقعد أبص على فروجي من كتر ما هو ما بيبصش على، يعني تخيل أكيد ما عملش عادة سرية بقى، مش دي كذا حاجة. الوظيفة بتاعتها إخراج من ناحية دي، سبحان الله، ومن ناحية دي إخراج تاني بيجيب الحياة. احنا ما حبناش نقعد نفهم ونشوف كل حاجة معمولة ليه. ده معمول عشان اللبن أو عشان الاحتواء أو عشان كذا، ده معمول لإخراج معين، وفي نفس الوقت من كرم ربنا بيعمل إخراج مختلف جميل ممكن يجيب الحياة والكلام ده كله. ف بعد عن الدين وبعد عن القراءة القرآن الكريم وتحصين النفس والذكر المستمر بطريقة كبيرة، على قد ما السوشيال ميديا، على قد ما الميديا بتنتج مادة كل ثانية إلا ثانية سرقت الانتباه، على قد ما الذكر لازم يزيد عشان نحارب الانتباه اللي رايح في حتة تانية. عشان كده اليومين دول بحط لكم قرآن كتير قوي الحمد لله، لان انا بعمله دلوقتي، فلازم تشاركوا فيه عشان العين تتعود انه الصح في كل يوم في حياتنا مش رمضان، قراءة القرآن والعلاج بيها والكلام ده كله. فهو اجين الاسباب ان هم عملوا الصناعة دي وحطوها بالطريقة اللي هتخلي الانسان يدمن زي ما قال من السوشيال ميديا. ولو خدتوا بالكم من الايكونومست حاطين اللي هي بتاعت القمار دي، الحياة قمار، كوكب الأرض دلوقتي بالنسبة لهم قمار، فكل حاجة هيخلقوها من تكنولوجيا أو حاجة نتفرج عليها هتكون مبنية بنفس بنيان القمار. والقمار بيدمن، القمار زيه زي المخدرات بيخليكي تدمني، واخده بالك؟ فهو ما عندوش الوعي انه ده حاجة شبيهة بالظبط لأوحش أنواع المخدرات، وإن حاجة مزروعة قصدا من أعداء الله ومن أعداء الناس والأعداء البشرية عشان يحاربوك بيها، وإن هي ملهاش دعوة خالص بالعلاقة الصحيحة في الزواج أصلا، مش هو ده اللي المفروض يحصل في الزواج. لأن العلاقة الحميمة في الزواج عندنا في الإسلام برضو فيها هي فيها مودة وفيها رحمة وفيها حياء وفيها تفاصيل ربنا اتكلم عنها في القرآن الكريم. نساؤكم حرث لكم فأتي حرثكم، مش قادرة افتكر بقية الآية، ولكن كلمة حرث أو حرث هي ربنا وصف المرأة كأنها أرض، والرجل المية من الرجل اللي هي ايه بتتم فيها الزرع بقى. في أوضاع معينة ربنا كرهها وحرمها علينا، فبيقول لنا في القرآن فاتقوا الله، يعني هو اتقوا الله وانتوا بتجتمعوا بالزوجة عشان ما تتأذيش. فاحنا مش مدركين اصلا ان ان اللقاء الحميم لازم يتم بالشكل وصيغة معينة، ما كناش مدركين كده، فتعلمنا الجنس من أفلام زي كده في عز العنف، وبتزداد عنفا وبتزداد مرضا وبتزداد
يعني كل مرة هتلاقي الشكل اللي هو يخليكي تبقي عايزة تعملي جريمة أكتر بيزيد، تلاقيها مع أطفال، تلاقيها مع كرتون، تلاقيها حاجات كتيرة متنيلة بستين نيلة يعني. نعمل ايه؟ نعمل ايه مع الراجل المدمن الأفلام دي؟ وأديني ردتلك على أسئلتك، هو ليه؟ والبنات دي هو ممكن ما يكونش عندهم أي علاقة ولا بيكلمهم، هو مجرد عايز يتفرج عليهم عشان يبدأ stimulation. He wants to be stimulated. He wants to get sexually turned on. يعني هو عايز يبدأ أو يعني جات له فاهمة الإثارة يعني والنشوة والحاجات دي كلها، ويعرف يتخيلها. وممكن وهو بيعشرك يكون بيتخيل الحاجات دي عشان خاطر بقى ايه، يبقى فيه لسه إثارة موجودة. عشان للأسف المرأة ساعتها الزوجة بتبقى فقدت ملكة إن هي تعرف تثير الزوج، تثيره بالطريقة اللي فيها رحمة، يعني الطريقة الجميلة اللي فيها الحب. هتعملي ايه بقى يا ست الكل؟ أولا هناخد الوقت المناسب عشان نعمل أهم حاجة لازم الزوجين يعملوها، اللي هي الكوميونيكيشن. التفاهم، الكلام لازم في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. تفتشي وراه وتزعقي وتشتمي وتنبدي وكل التفاصيل العميقة المتخلفة دي، أنا أسفة، دي احنا كده بنعك. اختاري في وقت كأنك رايحة محكمة، وفي وقت معين لازم ايه أقوم رافعة دعوة أو عاملة دعوة أو بتاع، في وقت معين هنتكلم في القضية دي، فلازم تعرفي تختاري الوقت المناسب. واخد بالك الوقت المناسب مع الراجل ما يكونش وهو عنده قاعد في كهف الأفكار بتاعه، ولا بعد المصيبة ما حصلت، ولا لما يكون في حالة نفسية مستقرة وتستأذني أنا محتاجة أتكلم معاك في موضوع مهم جدا، في مشكلة بينا محتاجة أتكلم معاك عشان نحاول نشوف هنحلها ازاي وحياتنا تبقى أجمل. فقول لي الوقت اللي هيكون مناسب معاك عشان تفتح لي كده ايه الصدر راحة كده وتسمعني، وسيبيه لغاية ما يلاقي الوقت المناسب ويكون مناسب بالنسبة لك انت كمان. ما تكونيش انت متضايقة متعصبة قرفانة من نفسك عليك فاهمة. الوقت مناسب للاتنين، خديه في كونتكست هادي. كونتكست يعني مكان، كونتكست المحيط بتاعك، تاخديه في محيط بره المحيط اللي بتمارسوا فيه العلاقة. يا ريت يكون محيط روحاني اكتر او فيه يعني اي نوع من انواع الطبيعة، وبعيد طبعا عن الناس والكلام ده كله. يعني كل ده احنا عايزين هو انا وانت والطبيعة، ادم وحواء والطبيعة. وتكوني مصلية قبليها صلاة الحاجة فترة، اقعدي اسبوع كده، انا بتكلم بجد، اسبوع على صلاة الحاجة وسورة البقرة دايما في الاسبوع ده. اللي هو ايه، طالبة من ربنا اديني البلان اللي هعرف اعالج بيها الامر ده. استني لغاية ما ربنا يوحيلك في قلبك او يلهمك في قلبك ان هو ده الوقت المناسب ودي الاسلوب المناسب، ان كل راجل ليه اسلوب مناسب. تمام. هنبتدي بان انتي هتقعدي هتكلنز يعني حتى مش مجرد تصليها وانتي متوضية، انا عايزاكي تتطهري جدا يعني. في حاجة اسمها وصول. مش عايزة اتفرح. يعني نكون في احسن طهارتنا، في احسن كأنك بتاخدي حمام العروسة وانتي رايحة تصلي صلاة الحاجة بتاعتك. تمام. بهدوء من غير ما تقولي له انا بعمل ايه كده، لوحدك كده خدي نفسك واعملي الموضوع ده اسبوع كده، وسورة البقرة اسبوع وادعي، وتطلبي برضو عشان يوريكي علامات واساليب معينة تتوجهك. تمام. انا بتكلم بقى دلوقتي مع الناس اللي هي العادية اللي بتصلي يعني، عشان ده لو ما بيصليش تبقى مصيبة تالتة وليها حل. احرصي طبعا انك تعزميه على الصلاة، ان هو يقودك في الصلاة وتصلوا مع بعض. لو الصلاة فيها تقطيع، ولا لو الصلاة متأخرة كمان،
يبقى نصلح كل الكلام ده الاول عشان نوصل ان احنا نعرف نتكلم معاه على المشكله دي، اللي هو نصلي ويصلي وقت ميعاده بهدوء وبأدب، من غير ما تقولي هي يلا قوم صلي، لا عادي. انتي تقومي تجيبي السجادة النظيفة ريحتها حلوة وتحطي عليها ريحة حلوة، والبيت نظيف وكل حاجة حلوة ونظيفة ولابسة حلو. لابسة فريكم من شوية كنت عاملة فيديو بالإسدال وحاطة كحل يعني الإسدال أنا هقابل ربنا بجمالي، هقابله وأنا ريحتي حلوة وحاطة برفان ومش عارفة ايه. لا أنا خدي الزينة بتاعتك تمام، وتحطي جهزي الانفايرمنت كلها، وصلاة العصر بالذات والفجر في ميعادها. ممكن نصلي مع بعض أدب، حنية، لطافة، مش تأمري، مش تقوم تصلي وانت لا بص، لا communication is number one، أسلوب الكلام وأسلوب المعاملة. لغاية ما نعرف بقى ايه، خلاص احنا قعدنا أسبوع اهو نصلوا مع بعض، وهيفضل يتفرج وهيفضل يعمل. انت دلوقتي خلاص عرفت ان في مشكله، انا هحاول بقى احط خطه عشان اعالجها. لا تواجهي بيها ولا تتكلمي ولا تتقهري ولا تتنيلي بنيله عشان نعرف نركز. alright، اتمنى انه يبقى برضو فيه نص ساعه، ساعه، ربع ساعه بعد على السجاده كده مع بعض، تكوني ماسكه مصحفك معاكي جنبك على طول وتدبسيه على عارفه الواحده لما ترمي جدتها ارمي له جت على طول، ارمي جتشتك يا حبيبتي، مش يقول لك دبسيه في لا، هو انتي تفتحي وتقرأي حاجة وايه، اقرا معايا او اقرا لي او انتي تقرأي بصوت عالي عشان يكون هو في رحاب الايه الاجواء دي. والمكان اللي بتجتمعوا فيه اوكي برضو تصلي فيه صلاة الحاجة في الوقت اللي هو مش موجود فيها، وتطهريه من كل حاجة، لانه في الاوقات دي يا عيني، او البيت كله بقى الشيطان بيحب، هو الشيطان عايش معانا يا جماعه عشان نبقى على بيضة، يعني هو موجود في كل حاجه، موجود في الاكل وفي الشرب في كل حته. فهو عايش يا عيني في الاماكن اللي هتلاقيها فيها كده، بما فيها تليفونه. فانتي تطمني ان كل حاجه في بيتك سمعت ايات الله الكريمه وطهره من اي تنجيس، نظيفه اول باول، نظافه اكل كله اول باول كده. فانتي لازم تعملي كده عشان تحمي المكان اللي انتي عايشه فيه، وتقللي في وجود الشياطين والكلام ده كله، عشان في الجلسة اللي هتقعدوا تتكلموا فيها تكون الجلسة دي متباركة ويبقى فيها الملائكة وتساعدك. I'm being serious. تمام، وصلنا خلصنا الموضوع ده، عرفنا نختار يوم، الدقيقة، الساعة، الثانية اللي هنتكلم مع بعض فيها قبل ما تقعدي جلسة الكلام الساعة 2 الظهر يا حبيبي. هنتقابل الساعة 2 الظهر نتكلم مع بعض في المطبخ قابلني في المطبخ الساعة 2 الظهر لو سمحت. تحب تاكل تشرب ايه، تبقي عاملة أطيب الحاجات اللي هو بيحبها، وفي أجمل صورة دايما. لازم المرأة لو بتموتي لازم تكوني جميلة طول الوقت. الشعراوي كان بيحكي عن اللي هو الراجل بين عينه وبين مناخيره كده دايما يشم أفضل حاجة ويشوف أحلى حاجة. ما يشوفكيش وانتي في الحمام بتغتسلي ولا إخراج ولا الكلام ده، لأ، ولا حتى يسمع صوت السيفون والحاجات دي، لا لا، لازم طول الوقت الحاجة يعني طول الوقت. ماليش دعوة عندك وقت ولا لا، معلش حطي لي كحلتين كده وخلصت على كده. تقعدي بقى امطلي شعرك وريحتك بصل والحاجات دي مش هيمشي معانا، مش هيمشي معانا. هو هنحب ازاي؟ ما هو يعني الله، ده احنا لما بتخرجوا بره بتحطوا لي كيلو مكياج وقدام جوازاتكم بتبقوا قاعدين رابطين قمطة ويعني الدنيا مش عارف لا، المرأة كائن جميل جدا، ونتجمل بقى بزيادة بقى. دي مملكة السحر والجمال والاحتواء انتي تقلبي الدنيا، انتي تبقي ملكة الحياة، تبقي فينس، تبقي إلهة الحب، تعيشي الأجواء وهتعلمي نفسك وهتعلمي جوزك بالحلال. جبناه، قرينا، ذكرنا، صليتي ركعتين الساعة 2، هتقابليه الساعة 1:30، تقعدي في المكان اللي هتقعدوا فيه وهتصلي وهتقرأي القرآن وهتسمي كده عشان هما الملائكة هيبقوا حاضرين معاكي هيساعدوكي. I am being that serious. انا عمري في حياتي ما عالجت بالطريقه دي، بس اول يعني دايما بقولها ايه، صلوا يعني بقى. انا عايزه اخش لك في التفاصيله دي بقى، في التفصيله دي. وتتكلمي معاه بصيغه مؤدبه،
فيها التوعية اللي احنا لسه حكينها. انا متفاهمة ان انت بقالك كتير بتتفرج على الحاجات دي، ويمكن او اسألي لو في نقاش، لو عارف يرد يعني. ويمكن انت بتديتها عشان خاطر كنت فاكر ان هو ده الطريق الاصح. ما عندناش احنا سكس education في مصر، ما عندناش حد يعرف يتكلم بهدوء وبأدب وبرقي، ويتكلم على العلاقة الحميمة بطريقة ترضي ربنا، وطريقة ما تخليش الناس تنفعل. لان انت دلوقتي اللي انا بقوله لك ده مستحيل يضايق حد بالطريقة دي، ولا تجرح مشاعر ولا تخدش حياة. فطنشنا الموضوع ده، هنطنش حاجة جو طنش وخبي، هنلاقينا في الدرة بنعك. فانا اكتشفت ان دي بتسبب امراض 1 2 3. هقولك بقى امراض اللي بتجيله ايه. من احدى الامراض اللي بتجيله، غير ان هو بيخلص خلايا العصبية اللي في مخه، وده بيقلل من سرعة فكره وسرعة اتخاذات قرارات وسرعة اكتساب معلومات. يعني gradually هيبقى غبي، بيزود الضمنس. I'm serious. وبينشط الأوض اللي في العقل اللي بتفرز مش طاقات سلبية فقط، بتفرز طاقات ضبابية. ضبابية بمعنى انه هيغمي عينه على انه يفهم، انه يبقى عنده طول نفس، انه يبقى ينجح في شغله اكتر. والكلام ده كل ده الكلام ده بيأثر على شغله ولقمة عيشه وحياته مع الناس والتفاصيل دي كلها. خلي بالك يعني، وعنفه واسلوب كلامه وعصبيته وكده، صح؟ نمسكيها بالطريقة الأبحاثية. أبحاث عملت كذا، العلم قال كذا، المخططات أصلا كانت كذا عشان القضاء على المسلمين بكل الطرق. وأهم حاجة بقى في الأول وفي الآخر، أهم حاجة إيه؟ أدم عرفنا، لازم نبقى عارفين ربنا بيشوفنا وإحنا قاعدين مع الشاشة وبنتفرج عليها والكلام ده كله. العين احنا غض النظر برضه ما خدناش غض النظر، ان انت تغض النظر عن امال ايه وايه وايه وايه. كل ما العين بتشوف الحاجات اللي زي كده، كل ما الروح بتتأذي، والنفس بيبقى صاحبها شيطاني اكتر. ف وبندخل في امراض بقى، بندخل في امراض مع الوقت. فالقضية مش قضية زوجة بتغير، لا، ده زوجك بيتدمر، انت لازم تحتويه وتعالجيه. غيرتك دي على عيني وراسي، هتغيري من صورة؟ هو بيحبك انت، مش مع حد تاني غيرك، لكن كأنه مدمن كوكايين، ولا كأنه مدمن هيروين، ولا مدمن خمرة، ولا مدمن سجاير. فتشيلي مشاعرك بتاعت الغيرة على جنب، لان دي هتبقى انانية. لو في واحدة ست غيري يا حبيبتي، انا غيرك كده. لكن لو هو كويس، يبقى انانية منك، اصل انا متضايقة وبغير واعمل له نكد ودراما. انانية وقلة حكمة منك. الراجل هيحتاج ان احنا نساعده ونعالجه. عرفنا ان كل ده تمثيل وحاجات خاطئة، والرجالة بياخدوا ادوية والستات بتاخد معرفش ايه وكل الحاجات دي، وتبقى الناس اصلا مخطوفة، كانوا عبيد في حتة. امين سيريس. او مصايبهم بتبقى سودة. ممكن ابقى اعمل حلقة تانية على الناس بقابلهم يا جماعة، والله بقابل كل حد هنا. البلد دي ما شاء الله فيها كل حاجة. وفي منهم اللي بيندب بيموتوا او بيتقتلوا او دي مافيا كبيرة يعني. وشوية شوية هتلاقوها مع اطفال، خلي بالكم، وبيخطفوا الاطفال للحاجات دي دلوقتي. تمام. لقينا ان هو التوعية عملت شغل كويس. طب الحل؟ عشان نبقى واقعيين، انا متاكده انه الحل مش هقطع عرق واسيح دم ويلا دلوقتي ايه بطل. ما ينفعش واحد مدمن الكوكايين تقول له بطل في يوم وليله، ما نجيش. ده لو انت مدمنه شوكولاته مش هتعرفي تبطليها في يوم وليله، الا لو ربنا بقى اذن. تمام. طيب احنا عايزين نبدا خطوات العلاج بقى. امين؟ موافق؟ انا معاك وهصبر. I'm serious. You made a deal دلوقتي. القعده دي احنا نطلع منها بديل. ايه هو الديل؟ ان الراجل موافق ان هو يبطل الموضوع ده من غير اهانات ويتوب عنها. هو دلوقتي انت مدرك، فانت لو عملتها تاني هتبقى معصية بقى. فاحنا عايزين نتوب التوبة النصوح عشان ربنا ينضفنا من الاول وجديد. ايه البلان اللي هنمشي عليها؟ والله هنقعد شهر
وشهر رمضان داخل فرصة عظيمة لكل واحد عنده أي نوع من أنواع المشاكل إنه يبدأ حياته من أول وجديد ويتخلق من أول وجديد. إن إحنا نحط النية والانتنشن إن إحنا الشهر ده لو في أي سيولة مادية حلو الشهر ده هنعمل التوبة، والشهر ده هنعمل الأذكار، والشهر ده هنبقى بنعالج نفسنا بقراءة القرآن الكريم. جددي النية في قراءة القرآن، دايما يبقى في تجديد نية. النهاردة أنا بقرأه عشان أتعلم، بكرة أنا بقرأه عشان علاجي، بعده أنا بقرأه عشان أعرف هقول إيه للناس. فكل مرة كل مرة يا الله إيه صلاة حاجة، ويا رب نيتي إن احنا تشفي لي جوزي من الأمراض دي، وتعلمنا اللقاء الحميم بتاعنا يكون حلو ومستور ومحدش يشوفه ولا يسمعه ولا يحس عنه ولا يتبسط بيه ولا اي حاجه، وفي ذكر في الاول وفي الاخر. ودايما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ودايما المعوذات، ودايما الرؤيه الشرعيه والحاجات دي. عملتوا البلان دي مع بعض gradually بقى خلال الموضوع ده طبعا. والحاجات التانية بقى ايه اللي هو تغيير السلوك. مثلا انت هتبداي تديله مكافآت لما يغير السلوك. I'm being serious، مش بنقولك عاملين زي الكلب، لكن اي انسان يعني لما بياخد مكافأة بعد السلوك الكويس بيكمل. النهارده ما شافش السلوك، يعني النهارده انت يا حبيبي كل يوم بتتفرج، قول لي بقى افتح قلبك، كل يوم بتتفرج قد ايه؟ بتفرج كل يوم، طيب قد ايه ساعة كل يوم؟ يا نهار اسود، للاسف ما علينا. طيب خلينا نعمل ديل، لو حصل بعد الشر وشفت حاجة بلاش ساعة، يعني خليها 10 دقايق كهرباء، اي حاجة، اي whatever it is. لو بتعملها لوحدك انا I'm gonna be around you، عشان وانتي around هم تحاولي تشدي الانتباه ويطلع من الحاجة دي. اسمه ايه ده، احكي لي اول باول ان انت عملت كذا عشان نحاول من اول وجديد. عادي let's keep trying keep pushing. النهارده ما عملش كده، في اكيد مكافأة هو هيبقى عايزها، يعني معرفش انتي بقى هو عايز حاجة تروحي تزوري مامته تعملي له حاجة في شغله وتعمل انا مع تبقي العطاء. يا جماعة في عطاء اللي هو الأساسي الرزق الموجود اللي هو الأساسي في الحياة، وفي عطاء تاني حب أكتر، اهتمام أكتر، مثلا خدمة أكتر في البيت، معرفش ايه، يعني يحس انه الله ده فيه حاجة بتجيب حاجة حلوة، يعني السلوك ده بطلته فهجيب في حاجة حلوة هتحصل لي. يعني أنا لو جوزي مثلا كان عايز نحتشم في اللبس، أول ما بدأ أعمل كده، أول ما أعمل مثلا كده هو بطريقة خد باله انها الله ده اخيرا عملت حاجه كويسه، يجي لي بورد، هبقى الله ايه ده انا لما بعمل حاجه كويسه بيجيب لي حاجه كويسه، مش يطنش، لا praise it. او اي حركه هو خدها معاكي عشان السكه دي praise it. الانسان بيحب يتقدر، دايما يحب يتقدر، بالذات الراجل. انت صليت معايا praise it، بوسيله ايده، بوسيله راسه، حبيه، طبطبي عليه، اقري له قران وهي نايم، ادعي. الدعاء سحر. كل حركة، كل حاجة حلوة هيعملها، كل حاجة إيجابية هيعملها praise it. وبرضه يبقى في حنان، ما يبقاش انا هديله ظهري وانام، لا تاخديه في حضنك وتقري له قرآن علاج. ما اعرفش اقول ايه عشان تاني عشان تتأكدوا ان هو اقوى علاج نفسي في الحياة. خلال الوقت هو نحط جدول من حوالي 20 ل30 يوم. 30 يوم رمضان، 30 يوم ربنا بيديها أرقام لمعاني كبيرة. اكتساب العادة العلماء يقولك من 20 ل22 ل40. لو عايزين نعرف العلم الحقيقي ايه في اكتساب العادة بيبقى at least 30 يوم. في ناس ربنا بيرزقها بيومين ويكتسبوا عادة أو يبطلوا حاجة سيئة. في ناس بتطول شوية يبقى نفسك طويل، بس على الأقل 30 يوم where السلوك هيتغير gradually. وفي نفس الوقت بقى احنا في الصعيد الآخر كنساء بقى كزوجة أكيد هنطور من جمالنا، من ريحتنا، من صوتنا، من أسلوبنا، من استكشافنا لنفسنا أكتر،
يعني محدش بيقول لا للابتسامة الحلوة، محدش بيقول لا للرضا كده والكلام الجميل، واللي هو الست اللي مترستكيش الكلام ده كله. ناخد الأمور ببساطة، اللي بتشجع الإيجابية الهادية العاقلة، اللي بتطبطب كده، اللي مش الهموم اللي بره كلها. خلي بالك في رجالة منهم تعمل كده عشان الهموم يعني والضغط والكلام ده كله. فعادة أكتر حاجة بتساعد على إنه الضغط اللي في الحياة يهدى هي العلاقة الجنسية أو العلاقة الحميمة. ما تستخسريهاش فيه، ممكن تكون قلة تقصير من المرأة، أصلا أنا مش عايزة، أصلا تعبانة ومش عايزة والحاجات دي كلها. اهتمي بصحتك، جسدك، مش حاسة النشوة، مش حاسة. خسي لأنه العضل، الملمس لما نكون sensationally، اللمسة لما بتيجي على دهون انتي مش هتحسي بوجع، ماشي. لكن العضل، خلي بالك العضل بيخلي فيه الشيء، عارفة الكورفات دي بتيجي من العضل. فالرياضة بتشجع جدا لكده. اولا لما هتكوني عندك صحة تلعبي رياضة وفي لين ماس والحاجات دي، مش دايت وخلاص، جو دايت وما كلش واخس وابقى، لا، انا عايزة صحتك كويسة، تمام. ده بيقويلك نسب العضل شوية، وبالتالي كل لمسة هتبقى ليها نشوة جميلة، لانك على طول هتحسي العضل هو اللي عنده الخلايا او البروجرام اللي هو بيحس على طول. فهتحسي على طول، دايما هتلاقيكي بتحسي بحاجة حلوة، لانه منه للعضل مش منه للدهون. الدهون مش هتحسس بحاجة حلوة. فاهتمي بصحتك ورياضة كتير، ابني جسمك كده عشان الهيكل العظمي يبقى شايل العضل، شايله. فهتبقي حمولة، هتبقي يعني حابة اللقاء اكتر، حابة انك تتقابلوا اكتر، مش هتتعبي، مش هتبقي فرفاضة يعني، فاهمة. فالصحة والاكل الصحيح والمية والشرب مية كتير والكلام ده هيساعد، لان شريكة، انتوا شركاء لبعض. مش الفكرة انه الراجل اللي انت عودي زي السمكة، والراجل هو يعني انه احنا شركاء. يعني في وقت اسمه جرومينج كده، نقعد مع بعض. يعني اتمنى ان انتوا تعملوا كده كتير، وتحضروا الحاجات اللي ليها روائح يعني كل سنسيشن يا جماعة، ربنا خلقنا كل حاجة فينا ليها سكة عشان نستمتع بكل حواس بتاعتنا، الأبصار والأفئدة والسمع وكده. حتى وانتي بتصلي ريحتك حلوة، في ضوء مريح صغير مريح، لابسة حاجة نظيفة، هدوء، هتستشعري بحاجات كتير. سجادتك وانتي بتسجدي ريحتها حلوة. دايما حطي برفان على السجادة وعلى السرير، دايما مخدة ريحتها حلوة، انا حاطة راسي، الكلام ده كله، الروب بتاعه ولا البشكير بتاعه وانتي كده. احرصي على التفاصيل دي كلها. مساج سيشنز، يعني ايه مساج؟ خليني اقولها بطريقة الله بقى تنفع. اوكي، انت عارفة تعمل، مش عارفة اقولها. في الوقت اللي هو مش مثار فيه، الوقت العادي الهادي اللي مش عشان خاطر يعني يركز معاكي في زي ما الام كده بتاخد الطفل في حضنها وتقعد تطبطب عليه وتعمل له ايده كده وخدوده والكلام ده كله. اجسادكم مع بعض انت initiate, it's fine. give the whole body massage. احنا بنطنش الجسم كله، الجسم كله. ما ربنا امال ليه اداهولنا كل، يعني ليه ادانا كل التفاصيل دي، وليه ادانا بصمات، وليه ادانا جلد، وليه ادانا حواس، ليه ادانا كل ده، كل التفاصيل دي. تعاملي معاه
مش صيغة مساج، صيغة حنية، بصيغة يعني أنا مش مطنشة الدراع مش مطنشة الصوابع، مش مطنشة يعني مش اللي هو يعني هنا وهنا وخلق وشكر، لا لا لا. الرقة، رقة تعاملي مع زوجك كأنه أو يعني كل كيانه ياخد الحب وياخد التقدير وجودك، عشان ده بيشوقه ليكي اكتر، ده هيحببك اكتر، هتحسسيه برجولته اكتر. مش انتي اللي تاخدي الحاجه وخلاص، يعني انتركورس والليله كده وخلصت وكم حته كده، لا، كل حاجه فينا لازم تقعدي تحتوي فيها، تحتوي فيها، عشان وهو بره ولا هو بعيد وهو كده هيبقى مشتاق ان هو لمراته اللي بتطبطب، اللي بتدي مساج، اللي بتبقى مش بتشوفوهم في الافلام الاجنبي، بتبقى البت في المكتب وماسكه المدير تعمله مساج. استغفر الله العظيم يا رب، يا رب خلصني من البلد دي، يا رب ارجع بلدي بقى. عايز ارجع بلدي واجيب جاموسه احلبها واتجوز واقعد في البيت. والله ما قادره، مش عايزه اعيش هنا. so انتي عليكي شغل كتير تعملي، يا رب تكوني بصي انا فاتحه الفيسبوك، لو حابه تبعتيلي مسج تقولي رساله وصلت، عشان خاطر اتكل على الله انا. فانا لو انتي حابه انا هقرا لك المسج بتاعتك دلوقتي، لو في سؤال تاني اي حاجه انا معاكي. يعني اي حد عايز، انا سايبه البتاع ده اللايف بتاعي عشان مش عايزه حد يكتب، لكن لو هتبعتيلي حاجه على الخاص اكتبيها، وان انت مش هتتفرجي عليها مش هتعرفي، مش عارفه بقى، معني مش هتعرفي عشان تتفرجي عليها. طيب، فأتمنى انه الريسبي دي سو فار تشتغل. هي هتشتغل 99% من العلاج هو في التقرب من الله والعبادة الصحيحة وغسيل وتطهير النفس والبيت والقلب والكلام ده كله بالقرآن الكريم. لسه من شويه بقول لكم انا بطلع اقرا قران، بقرا للشجر اللي حواليا، للعصافير اللي حواليا. سمعي كل حته في البيت كلمات ربنا، ما تشغلوش، تقعديش بقى تتكلوا على الشيخ وتشغلوا، اجتهدوا، كل ما اجتهدتي اكتر في القرايه ولا في التدابير وكده. والزكاه، طلعي زكاه عشان كذا، طلعي زكاة. معكيش فلوس، معاكي برفان زيادة طلعيها، معاكي إشارب زيادة طلعيها، معاكي وقت زيادة يا ستي طلعي، لا انتي ما عندكيش وقت، بس يعني المهم لو في واحد عندها وقت كده. زكاة، صلاة، قرآن كريم، معاملة بتفاهم واحترام واحتواء، دعاء وصبر وستر. يلا حبايبي، سلام عليكم.